أحد الكتاب العراقيين الجمال جدا أنا بحبهم بيقول في مقالة من مقالاته، بيقول لك إن هو بيحب فيلسوف اسمه الفارابي، معروف الفيلسوف ده. الفيلسوف الفارابي ده كان عايش في العصر العباسي. المهم يعني الفارابي ألف كتاب اسمه المدينة الفاضلة. فيزن بيقول لك، يزن الشاب العراقي الجميل ده بيقول لك الكتاب ده طريقه طويل جدا لحد ما وصل ليزن. قال لك ان الكتاب بتاع الفارابي، فيلسوف الفارابي، ألفه الفارابي، كان بيشرح كتاب الجمهورية بتاع أفلاطون. فعلا الفارابي رحلة الكتاب بتاعت الفارابي لحد ما وصلت ليزن طويلة جدا، من أول ما أفلاطون ألف كتاب الجمهورية لحد ما جم الوراقين بينقلوا الكتاب ده، لحد ما وصل إلى المترجمين السرياليين. ومن السرياليين حصل ترجمة من السريالية العربية أو من اليونانية العربية. بعد ما ترجم الكتاب قراه الفارابي، وبعد ما قرا الفارابي الكتاب قام لخصه وشرحه في كتابه المدينة الفاضلة. وبعد ما اتنقل من جيل لجيل 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 لجيل، في الآخر يزن الكتاب وصل له عن طريق الشخص اللي من الموقع اللي هو موقع سرقة الكتب، يعني موقع بتاع سرقة الكتب. يزن حمل الكتاب ده على جهازه، على موبايله، من موقع سرقة الكتب بتاعت موقع بيسرق الكتب PDF وكده. وفي الآخر يزن قراه، والكتاب انتقل من مجرد كتاب إلكتروني بيقراه إلى كتاب دخل مخه. شوف الرحلة الطويلة قوي دي عشان في الآخر كتاب واحد يوصل لك. شوف احنا مدى الرفاهية العظيمة اللي احنا فيها. كتاب بقاله مئات السنين متألف يوصل لك انت على طبق من فضة، انت كل عليك فقط انك تقراه. شوف الرحلة الطويلة قوي دي، رحلة طويلة جدا. عشان كده المعرفة، أنا عايز أقول لك يا صديقي، أنا في قمة مزاجي وحلاوة 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 حياتي. أنا بحس حياتي جميلة جدا. ليه؟ عشان بقرا كتب، عشان بقرا مقالات، عشان بتعلم. حاجة جميلة، والله الحياة جميلة، فعلا الحياة جميلة.